في الوسط واحد ثنائي وسط الميدان من جانب موتا، وكذلك ديارا على الجهة اليسرى. توزيع الكرة داخل الاتجاه. هيدا الكرة ترويض ممتاز، محاولة للدخول والمرور. حارس بوروما كوني واحد من افضل الحراس في البطوله بالراس. غيزان رجعت مره اخرى ماليه على الجهه اليمنى، عرضيه داخل منطقه الجزاء، يتدخل يمشي لي تيرو في العمق. كوتون طلع يدات. هنا الاعاده مجددا الكره الماضيه والتدخل هذا لفائده المنتخب المغربي. الحموني يرفع كره وبالراس، هذه خطيره ممكن وفيها الركنيه. التدخل الماضي هل فيها كلام، هل فيها نقاش، هل فيها فار يا قاعدة مجددا. هنا الإعادة للكرة الماضية، هنا التدخل من حارس المرمى. التدخل كان واضح من حارس المرمى في حق اللاعب عبد الحميد أيت بودلال. الحكام أشار إلى الركنية. ما يهمنا في نهاية الأمر سلامة عبد الحميد أيت بودلال، لاعب مهم جدا، ركيزة أساسية في محور دفاع. الحموني يرفع كرة والركنية من جديد. ركنية مجددا. هذه الإعادة مهم جدا يا شباب. السمات حموني يرفع كرة، حموني وبالراس، والراسية بعد ذلك مرت جانبا. هذه حاول أنه يوضع في القائمة الثانية. شوف الإعادة، الارتقاء، حاول أنه يوضع بعيد على حارس المرمى كوني. في النهاية خرجت إلى ضربة مرمى. بدأ المنطقة يتقدم تيا، يسدد طه، الكرة ضربت في العارضة بعد ذلك وخرجت إلى مرمى. هذه الإعادة مجددا، التسديدة الماضية، أخطر كرة في هذه الجولة الأولى، لاعب تيا اللي سددها، ضربت في العارضة وخرجت بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى. لقطة صعبة جدا، رغم ذلك حاول فيها يمرر. هذه صعبة. طابن غوزي في الكرات العالية، ترفع هذه الكرة بالراس، مرة جانبية. الكرة مرة جانبية. هذه المباراة الجيريون هم الذين يسيطرون ويخلقون الفرص ويضغطون على دفاعات المنتخب المغربي. هكذا السيناريو يعاد امام المنتخب المالي ان شاء الله. كذلك في العمق مشغول من بختي ومن عبد الحميد أيت بودلال. ونجعل هذا الامر كقاعده وتكريس هذه القاعده، اننا دائما شفنا مع كرواتيا شيء جيد. هنا الكره الاماميه الراسيه والمتابعه. في هذه الليلتنا كانت هناك توقفات بكل تاكيد. هذه الراسيه لعبد الحميد أيت بودلال ارتقاء لنهايه الشوط المباراه الاول. طابن غوزي، الحموني يطلق الاشاره، مرفوعه الكره بالراس، خطيره والهدف يضيع. الهدف كان قريب للمنتخب المغربي عن طريق عبد الحميد أيت بودلال، فيها ركنيه مجددا. يضغط قوه المغاربه في الكرات الثابته. هذه الاعاده مجددا، يلمسها المدافع. اشاره حموني، يرفع حموني، والحارس بعد ذلك يتابع هذه الكره. في هذه الليله رفعت هذه الكره بالراس، سعيد دولي على التنفيذ. ديارا مرت بسلام. ديارا أخرى تظهر من خلال الكرات الثابتة. هذه الإعادة مجددا، لمسة العارضة وخرجت بعد ذلك نفس سيناريو الشوط الأول. الضربات الحرة يكون فيها خطير المنتخب المالي، كهذا في مرتدى خطيرة لعناصر المالية. عبد الحميد ديارا سيرفع ديارا. هنا نرد بالنا يا شباب، الراسية بعد ذلك مرت جانبا مباشرة إلى ضربة مرمى. يمكن كثير كبنيات جسمانيه يبدو لك بانهم هؤلاء اللاعبين يفوق سنهم 20 سنه. في 3-4 لاعبين لما تشوفهم في ارضيه الميدان كانك تشوف لاعبين عندهم. هنا البحث عن التسديده، يخسر بعض الكرات، لازم يسترجع، ما يسددش. بالغوزي، طابن غوزيل، برافو، اكتشاف البطولة صراحة. طابن غوزيل، هذه الإعادة مرة أخرى، ممتاز يا
طه، ممتاز يا طه، ممتاز يا طه، ممتاز يا طه. شوف هنا كيف يطير طه، وان شاء الله جايه، ان شاء الله جايه مرفوعه الكره. هنا المتابعه الراسيه والمتابعه بالقدم. هنا هذه الاعاده الكره ماضيه، لمسه بالرجل من ادم الشاكير كاد يسجل الهدف الاول. شوف هنا مع تقدم حارس المرمى كوني الشاكير يلمسها، يرفع بفنيات عاليه جدا. عاليه اليسرى رقم يا حمزه لا زالت صعبه مرت سلامات مددا. خطوره الكره الماضيه مرت بسلام على مرمى عن حارس طه بن غوزيل. سادس الأكاديمية تعطينا طه يا بن غوزيل في خطأ يا لا من كرة. لو المخرج يعيد كرة اللي ضربت في العارضة، الكرة الأبرز للمنتخب المغربي، بينما الإعادة هنا طاب. هناك شيء يلعب التماس وبعد من طرف اللاعب حموني، مرفوعة خطيرة هذه لحسن الحظ أنه لم يتحكم فيها. يلعب التماس هنا لمحمد رضوان، العرضية مرة جانبا، الكرة تمر جانبية. مشاهدينا الكرام في هذه الإعادة رضوان استلمها ورضوان رفعها، خطأ من حارس المرمى لم يستغل من عبد الحميد المعلي. هذه الإعادة مجددا، الكرة يأتي الوقت الأصلي. هذه الكرة الطولية إفريقية خاصة المنتخب الأول وحتى في كأس العالم. دائما كنت تسمع يا أخي انتم عندكم منتخب قوي. من الطرف الايسر حمزه كوتون، مروا على حمزه يراقب، حمزه ميمورش، حمزه خطيره والركنيه بعد ذلك. المالي مرت سلامات. هذه الإعادة مرة أخرى. مالي صعب أنك تفتح اللعبة العرضية الرأسية بعد ذلك. هذه الإعادة الرأسية هنا، هذه من المرات النادرة التي يتفوق فيها اللاعبين الماليين في الكرات العالية داخل منطقة الجزاء كما نشاهد الآن. المنتخب المالي ما يمرش يا كوتون، ما يمرش يا حمزة يا كوتون. شوف هنا كيف مر على حمزة ولما هي عظيم جدا في هذه الكرة، ليس في كل مرة تسلم الجرة. شوف الإعادة كيف أصبحوا يلعبون كثيرا على جهة حبيب في هذه البطولة. تمشي كرة على الطرف الأيمن، محاولة المرور مجددا. الكرة الماضية ليس هناك شيء، تدخل عادي. إذا يلعب التماس غير الضايع، تلعب هذه الجانبية، محاولة رفع الكرة، الدخول بهذه الكيفية على تغطية بن غوزيل. الكرة والمرور علي تفوق الرائع علي طه بن غوزيل. اكتشاف هذه البطولة، حارس مميز اسمه طه بن غوزيل. المباراة إن شاء الله هذه بالراس، ولكن قليل الإشارة. رضوان يستعد، رضوان مريت الضايع. هذه الإعادة مجددا، الكرة الماضية تقدم تيا يتقدم هذه الإعادة تقدم رضوان يسجل. انك تلعب كرة بهذا الشكل. طه عندك يا طه كرام. هذه الإعادة، شوف طه شوية وكان ممكن يصدها شوية. عبد الحميد واحد. هذه الإعادة مجددا، هذه الإعادة مرة تقدم كون يتقدم ترجيح. هذه الإعادة مرة بختي يتقدم، بختي للترجيح. الركلة الرابعة يصدها خبي المالي. هنا الإعادة ممتاز، حموني يتقدم، حموني يسجل الخامسة. هذه الإعادة تلعب هذه الركلة المغربي. هذه الإعادة مرة أخرى. بودلان يسجل، بودلان الآن يتواصل هذا المسلسل المثير، مسلسل مثير جدا في ركلات الترجيح. تقدم دومبيان. هذه الإعادة مرة كتيبة، يتقدم كتيبة يسجل، لازال يحافظ على حظوظه. سانوغو ويسوني واضح التأثر على المتوكل يسجل. برافو، أثر كيف ما كان الحال، ولكن الإشارة تأتي بالغزير. برافو، يا لا من عودة للمنتخب المغربي، فؤاد